ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على افضل الخلق سيدنا محمد، عليه افضل الصلاة والسلام. فيديو النهارده خفيف جدا كده، مفيهوش روتين كتير او حاجات كتير، بس الفيديو بصراحة خفيف وعاجبني جدا وحلو جدا، هتستمتعوا بجد بيه. لو اول مرة تشوفيني يا ريت ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ولو انتي بالفعل مشتركة في القناة ما تنسيش اللايك في للفيديو دوت، وعايزة شير للقناة او للفيديو اللي تحبوه. بصوا، هاخدكم النهاردة ان شاء الله ونطلع فوق السطوح كده، ناكل فوق السطوح وهوريكم السما. بجد كان اليوم حلو قوي، والفيديو ده انا بحبه جدا. الولاد النهارده ما راحوش المدرسة عشان خاطر اجازة، فغلت لهم لبن بقى كده، قلت يشربوا لبن، وحطت لهم فايش من اللي هو بيجي من الفرن دوت. كانت ساجدة عندها دور برد، فما كانتش هتشرب لبن، فاختارت ان هي الفايش كده تاكله بجبنة، يعني اكلها اكلة غريبة يعني، بس يلا مش اشكال، انا بحب اهود العيال، المهم بس ايه ياكلوا. المهم حطيت لهم بقى كده ويفطروا. وجيت انا بقى ايه عملت، جبت نص رغيف بتاعي كده اللي هو بتاع الفطار، وحطيت جواه جبنه، ممكن جبنه قريش او جبنه من العلبه. والمفروض طبق سلطه، بس انا استسهلت وعملت كده طماطمايه طرنشات وجنبيها قرن فلفل طرنشات. وانا بحب العيش المتأمر جدا جدا جدا. وبعديها بنص ساعه خدت كوبايه شاي بلبن. جيت بعد كده بقى بعد الفطار دخلت قلت الم الغسيل الاول. زي ما انتوا شايفين الغسيل كله اهو. فدخلت قلت ايه بقى الم الغسيل كده الاول، وايه اطبق الملايات وانا واقفه، علشان خاطر ما تكرمش وتتبهدل. عشان زي ما كنت قايله لكم في فيديو قبل كده ان انا ما بطبقش اسمها ايه، ما بكويش ما بكويش الملايات خالص. تمام، فباخدها كده من على الحبل بطبقها. بصراحه بتبقى مفروده وزي الفل. تمام، اول باول كده، واحط جواها كيس المخده عشان خاطر ما يضيعوش، ولا اقعد ادور عليهم ولا اي حاجه، فيكونوا جاهزين. بعد ما فطرت الولاد كده، وقلت الم الغسيل وكده، فقلت ايه انزل بقى اروح اجيب عيش طازه كده اهو. واجيب بقى فول وطعميه بقى، ونحمر بطاطس وسلطه، والاكل الجميل اللي انا بحبه دوت، اللي انا اصلا ممنوعه منه دلوقتي. تمام. آه فقلت ايه انزل بقى بالمره اروح اجيب العيش، انا كده كده صاحيه بدري والولاد في البيت، فهيكونوا قاعدين طبعا مع اختهم وكده. فهنزل بقى ايه اجيب عيش من الفرن. فلقيت ابني بيقول لي لا يا ماما ما تجيبش فول وطعميه، احنا مش عايزين فول وطعميه. واخواته برضو اتفقوا على كده. امال عايزين ايه؟ قالوا احنا عايزين ناكل بطاطس محمره وسلطه بالبصل الاخضر. دي اكله الولاد المفضله في الشتا، دي السندوتشات بتاعتهم المفضلة، يعني هم أصلا بيحبوا سندوتشات الجبنة، بس في الشتا بيحبوا لا البطاطس المحمرة. أوقات بعملها لهم شيبسي، وأوقات بعملها لهم بطاطس صوابع عادية. بعد ما لميت الغسيل كده وطبقته، فتحت الشبابيك عشان أهوي الشقة. برضو أهم حاجة لازم نفتح الشبابيك ونهوي الشقة. يعني أنا بص مش من الناس اللي طول النهار ببقى فاتحة الشبابيك على الآخر وكده، لأن عندي تسابيح بتقف على الشباك وبتبص، فبفتح السلك كده شوية، وأول ما الجو بيبرد بالليل بشد بقى ايه الستارة أو بقفل الشباك. كمان عشان اوقات ببقى شايله الستاره من بره، فالناس بتبقى كشفاني، فمش ببقى فاتحه الشباك يعني دايما، بس لازم الصبح كده اصحى افتح الشبابيك. برضو دي حاجة حلوة عشان خاطر الشمس، هو ما عنديش شمس بتدخل الشقة، بس هوا الشمس نفسه او ريحة الشمس كده والنور بتاع ربنا يدخل الشقة كده ويهوي ايه الشقة الصبح. انا عرفت ايه السبب اللي بيخلي الاتربة الخفيفة قوي دي اللي بتطير حوالين الكاميرا، لاني بصور بالوضع بتاع الكاميرا القريب، مش الوضع البعيد، فاي حاجة طايرة خفيفة كده اهو بتظهر على طول في الكاميرا. المهم بقى مسكت كده الانتريه نفضته خالص، انتوا عارفين بقى في الاجازه وكده الولاد ما بيقعدوا بقى فانا بقى يتنططوا. عملت ايه، لميت الغسيل وطبقته وفتحت كده الشبابيك، ونزلت على طول رحت اجيب عيش عشان الحق طبعا الفرنة. فرحت جبت عيش بقى، وجبت بتنجان مقلي من المطعم، ما جبتش بقى فول ولا طعمية. وبعد ما جيت بقى ابتديت انفض في الانتريه واكنس واروق، لان قلت ايه عشان الحق الفرن قبل ما تقفل. ففتحت بس كده الشبابيك يهوي الشقة، وسبت الولاد بقى قدام الشاشة يتفرجوا براحتهم، واللي هيذاكر حاجة يذاكرها، وايه يخلصوا اللي وراهم كده عقبال ما انا ماجي. جيت بقى رحت داخلة على الشقة على طول، ولعت الأول على البطاطس تتحمر، ورحت دخلت بقى ايه، قلت اروق كده الانتريه واكنس. طبعا الولاد قاعدين في البيت بقى فبيبهدلوا يعني الدنيا اكتر.
فنفضت وكنست كده هو الانتريه. وبعد كده طبعا دخلت على الركنة. طبعا اللي راكن شنطته، اللي راكن لعبة، اللي راكن اي حاجة على على الركنة، لان اغلبية القعاد عندنا بنقعد على الركنة، فاي حد معاه حاجة بيركنها عليها. فايه بقى ابتديت بقى الم برضه كل اللي على الركنة وكنستها ونضفت الشقة. قلت قبل ما اطلع، لان احنا كنا ناويين نطلع هياكلوا فوق وهنقعد يعني حبة كتار وكده. انا الاكل اللي عملته ما عملتوش غدا، بس هو ايه، هما فطروا لبن وفايش، وجم بعدها بشويه كده قالوا عايزين بقى ايه سندوتشات البطاطس والسلطه دي، وكمان عشان العيش كان لسه طري. فما كنتش عملت الغدا، عملت الغدا بقى بعد ما نزلت من فوق السطوح. دخلت بقى عملت الغدا على طول، بس ما صورتوش معاكم. ده منظر الانتريه بقى كده بعد ما نضفته وبقى زي الفل بصراحه. خليته يعني بصراحه يعني مخدش معايا وقت، يعني مخدش معايا وقت عشان ايدي على طول فيه. ودي الترابيزه اللي بنحطها بناكل عليها وكده. وجيت بقى دخلت على الركنه اللي عليها الكركبه كلها. هتتصدموا دول من الحاجات اللي عليها، اي حاجه بنركنها على الركنه يعني عشان قعدنا كله عليها قليل لما بنقعد في الانتريه. مسكت بقى كده الركنه بقى نفضتها كويس جدا. كمان عشان الركنه دي فوقيها في شباك، فعلى طول تلاقوا في تراب بقى كده على الركنه على طول. وطبعا تحت الشلت بقى حاجات بقى تصدمنا، توكة، قلم، استيكة، اي حاجة موجودة مع الولاد برضو بتقع ورا الشلت بتاعة الركنة. مسكت الركنة بقى نضفتها كويس جدا، كل الشلت شلتها ونفضت نفضت تحتيها. قلت عشان بيبقى فيها تحتيها حاجات كتير، فقلت انفضها بقى ومخليش فيها اي حاجة. كمان ايه، قلت عقبال ما البطاطس ما تتحمر الحق انا بقى اعمل لي اي حاجه كده اهو في الشقه، عقبال يعني البطاطس برضو عارفين ما بتاخدش وقت قوي، بس ايه يعني تاخد لها شويه كده على النار مش كتير يعني. فقلت هي الم الدنيا كده فيها، لما بتكوني مستعجله كده بتخلصي حاجتك بسرعه. طبعا طرحي ما انكرش ان انا بركن طرحي بصراحه على الركنه، باجي من تحت طبعا حرانه كده او شايله حاجات كتير، فيدوب بقى اللي على الطرحه اركنها على طول على الركنه. وبعد كده بشيلهم بقى بحطهم ايه في الشماعه بتاعتهم. هنفض كده المخدات كويس جدا، وارفع الشيله تنفض تحتيها، وبعد كده ايه احطها تاني كل واحده بتاعتها يعني تحتيها او فوقيها يعني. هظبط الدنيا كلها، لان كنت عارفه ان احنا هنقعد كتير كتير. كمان بعد ما بنزل من فوق بقى ببقى حاسه ان انا كده دماغي راقت بقى كده لما قعدت فوق شويه. فبنزل بقى كده بستجم بقى، يعني اللي هو عايز اقعد في مكان نضيف بقى. بصوا هو كان الجو اصلا نهار تمام، بس الشباك ده بتاع المنور، وكمان انا فوقينا مباني يعني والعماير حوالينا عاليه، فتحس ان هو ليل. بصوا كده في الشباك التاني نهار، شايفين نهار اهو، بس عشان الشمس ما بتدخلش عندي المنور، فدايما تحسوا ان في ليل. بص انا بوريكم، كنت عايزه اوريكم كده السما، بس عشان في مباني يعني فوقيه وكده فمش باينه. في الشباك بتاع الصاله تحسوا انه ليل، في الشباك التاني تحسوا انه هو نهار. انا جنبيه ما شاء الله يعني العماير كلها عاليه، وانا في تاني بلكونه وفوقيه برضو باقي العماره وكده، باقي البيت. فالاضاءه ما بتوصلش لشقتي قوي، غير يعني بالنهار كده شويه، وتكون في الانتريه بس يعني. قلت اكنس بقى كده اي حاجه. طبعا الولاد بقى هنا فرحانين بقى ورايحين وجايين عشان خاطر طالعين بقى فوق السطوح. الفكره كانت فكرتهم، وكل شويه هما كل يوم يعني يلا يا ماما نطلع فوق السطوح، يلا يا ماما نطلع فوق السطوح. وبعدين برضو بيحبوا يطلعوا فوق السطوح لما تكون المطره بتمطر، يحبوا قوي برضو كده. بس طبعا يعني ما برضاش قوي اخليهم يطلعوا عشان ما يتعبوش يعني وكده. فجيت هنا بقى لميت كل حاجة على التلاجة برضو، دي الديفريزر بركن عليها حاجات كتير. فالمنظم ده حلو قوي، بحط فيه الريموت، بحط فيه الشاحن، بحط فيه الشماعة. بصوا بحط فيه كل حاجة، حتى الموبايل اوقات بحط فيه والله. بركنه كده فيه. فبصراحة المنظم ده لمم لي حاجات كتير قوي قوي. مسحت كده التليفون، انا مش موصلاه بالسلك دلوقتي، لان السلك بتاعه الكليبسة بتاعتها من قدام كده اتكسرت، فشيلته وقلت خلاص عقبال بقى ايه بقى ما اجيب واحد وموصله الراوتر توصيل مباشر، يعني من الراوتر على السلك بتاع على الكابل اللي هو بيتحط فيه اصلا التليفون الارضي. مسحت كده الديب فريزر كويس، وشيل المنظم دوت احطه كده مكانه، وايه وننضف الديب فريزر كده كله من فوق ومن تحت، والتلاجة برضو نفس الحكاية تمام. بس الكشاف في الوقت ده فصل، فحطيت الموبايل شوية ايه على الشاحن يشحن، عقبال بقى ما انا رحت طلعت البطاطس كده وعملت لهم عملت لهم السلطة.
وبعد ما شحن بقى جيت بقى كملت التصوير، بس كنت خلاص مسحت التلاجة يعني. قلت اكنس بقى كده كويس، وبعد كده هنفض المفرش دوت وهفرشه. وبعدين يعني ما خدتش وقت خالص، يعني هو جوزي طلع قبلنا فوق، والولاد لموا حاجتهم وجهزوا نفسهم بقى كده، واللي خد له بقى المفرش اللي هنقعد عليه، واللي خد الطبلية اللي هنقعد عليها. فبصوا بقى يعني الوقت ده الولاد تعمل كل اللي انتوا عايزينه، عشان خاطر هيتعمل لهم الحاجة اللي هم عايزينها يعني. هيطلعوا فوق السطوح فيعملوا بقى كل اللي هم عايزينه، اللي احنا عايزينه خلاص هات احنا نعمله لك يا ماما. وايه بقى رحت عامله شاي برضو بالمره، وقلت ناخده معانا فوق عشان ناكل بقى ونشرب شاي بقى وناخد راحتنا بقى. كده ظبطت الدنيا خالص اهو، خليت الدنيا زي الفل. ما خليتش اي حاجه في الصاله ولا الانتريه ولا اي حاجه. خليت كل حاجه زي الفل. كده انا في الوقت دوت عشان خاطر مستعجله عايزه اخلص قبل ما اطلع، فتلاقوني بقى بعمل الحاجه بسرعه بقى، اللي هو مش واخده راحتي بقى خلاص ما ورايش حاجه، لا. فببقى مستعجله فبخلص بسرعه بنجز يعني. كده مفيش اي حاجه ورايا بقى، ودخلت ايه هتشوف الاكل دلوقتي. يعني ما عملتش اكل كتير، عملت سلطه وبطاطس، وحطيت ال البتنجان اللي انا جايباه من المطعم وفلفل، والعيش بقى طري بقى جايبينه. وادي الدنيا زي الفل زي ما انتوا شايفين، وبينا بقى فوق السطوح. بس الاول ايه هدخل اجيب الاكل هصوره لكم واوريكم انا خدت ايه، وبعد كده هنطلع مع بعض فوق، وهوريكم برضو الفراخ بتاعتي اللي انا مربيها فوق، وسقدي السلطة والبطاطس والبتنجان والجبنة وفلفل بقى وليمون وعيش لسه جايباه من الفرنة. واكله ايه والله العظيم اكله كانت حلوه قوي. والله الولاد قالوا لي يا ماما احنا اكلنا هنا فوق السطوح اكتر ما بناكل تحت. ده كنتش لسه طلعت فوق، وعملت شاي بقى وسكر والكوبايات وكل حاجة بقى. خدت الشاي في البتاع ده عشان يفضل سخن، وطلعت فوق عملت لهم بقى ايه سندوتشات بطاطس بقى، والبتنجان ده اكلته انا وجوزي يعني، وجبنة. وعملت لهم ايه بقى السلطة في السندوتشات. كل واحد خد له كده سندوتشين في الجو الحلو دوت. اديكوا شايفين الجو نهار ازاي، حطينا المفرش والطبلية بقى وقعدنا ايه ناكل فوق. والله يعني كان وقت حلو جدا، يعني ما قعدناش كتير قوي قوي يعني، بس الوقت كان حلو جدا والسما كانت جميلة بصراحة. هصورها لكم. وكان لونها حلو قوي، بحب لون السما، بعشق السما يعني. من احب الاوقات اللي انا بقعد اتفرج عليها هي السما بصراحة، يعني بحس ان هي بتهدي الاعصاب كده جدا. بصوا شكلها عامل ازاي، سبحان الله. سبحان الله على يعني شايفين المنظر عامل ازاي. شايفين البيوت بقى حواليا يعني ما شاء الله كلها عالية، فما بتدخليش طبعا النور جوه بقى في الشقة. يا ريت ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة، عشان قناتي تكبر بيكم كده بإذن الله. شايفين السما عاملة ازاي، تحسوا ان هي بحر. ما شاء الله بصراحة انا كنت قاعدة يعني اغلبية الوقت اللي قعدت فيه بتفرج على السما، وعمالة اقول سبحان الله والله سبحان الله. وبعد كده بقى طلعنا الفراخ بتاعتنا، قلنا ايه بقى كده يتمشوا في السطوح شويه، والعيش بقى اللي فاض مني وكل حاجه حطيتها لهم بقى عشان ايه ياكلوها. انا كنت واخده لهم اكل يعني وانا طالعه، بس ايه حطيت لهم اكل تاني. وبكده اكون خلصت معاكم فيديو النهارده. يا رب فيديو النهارده يعجبكم، وما تنسوش باللايك والاشتراك في القناه، ويا ريت شير عشان قناتي تكبر بيكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.